السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي وحبايبي، النهاردة ان شاء الله هعمل لكم طريقة عمل التوست بطريقة خفيفة كده وحلوة وبمقادير حلوة ان شاء الله تعجبكم. شايفين اللون جميل ازاي؟ بكل سهولة في البيت لانه بيتباع غالي جدا بره. هنجيب بولة وهنحط فيها كوبايتين ونص دقيق ومعلقة ملح صغيرة ومعلقة سكر كبيرة، معلقة لبن بودر ومعلقة بيكنج باودر صغيرة، وبنقلب المقادير دي مع بعض. بنحط نص باكل خميرة، بعد كده بنحط معلقة خل عشان تخليه نافش وحلو كده، ومعلقة سمنة عشان بتخلي فيه فراغات ويبقى جميل كده. بنقلب كويس وبنعجن بمية دافية، مش سخنة، دافية. بنعجن حلو قوي لمدة 5 دقايق. هتشوفوا حضراتكم العجينة لما تتلم هتبقى جميلة وطرية كده من كتر العجن. لازم تتعجن حلو. شايفين حضراتكم؟ طبعا التوست ده بيباع غالي جدا بره وكده، فاحنا نعمله في البيت احسن. يتاكل بمربى، يتاكل بشوكولاته قابله للدهن، بجبنه، بناكله مع لبن مثلا الصبح لولادنا كده، تبقى حاجه جميله وما بياخدش وقت. بنعجن زي ما حضراتكم شايفين. شوفوا العجينه نعمت ازاي. وبعد كده بقى بنغطيها تخمر حوالي ساعه كده في مكان دافي. شايفين خمرت ازاي؟ بعد كده بنجيب صينيه بنرش عليها رشه دقيق خفيفه، ناخد العجينه زي ما حضراتكم شايفين كده منفوخه وجميله. شايفين زي الملبن. بنعملها اسطوانه كبيره كده زي ما حضراتكم شايفين، وبعد كده بنبططها مستطيل كبير. شايفين العجينه طريه وحلوه ازاي لانها خمرت كويس. نغطيها بكيس ونغطيها مثلا بحاجه في مكان دافي تخمر على طول. شايفين حضراتكم؟ بعد كده بنبرمها بقى زي ما حضراتكم شايفين كده، ونضغط عليها عشان ما تفتحش في الفرن. ونلفها بقى كده اسطوانه كبيره على قد القالب اللي احنا هنحط فيه. شايفين؟ بقفلها برضو في الاخر كده عشان ما تفتحش في الفرن، ونحطها على الجزء اللي انا مقفلاه ده، يبقى هو اللي تحت. بنجيب القالب وبندهنه كويس زيت خفيف كده، وبنحط فيه العجينه دي. وبعد كده بنحطها كده ونغطيها تخمر تاني حوالي نص ساعه تاني في مكان دافي برضو زي ما حضراتكم شايفين كده. شايفين خمرت ازاي؟ اتضاعف حجمها. بنجيب بقى لبن وندهن الوش لبن، سواء لبن بودرة بحبة مية صغيرين كده، او لبن من اللي هو الطبيعي ده، عشان يديها الوش الحلو اللي حضراتكم هتشوفوه بعد شوية. بندهنها حلو وبعد كده بندخلها بقى في فرن زي ما بنسوي الكيك كده، لان شايفين هي ضخمة ازاي. لازم نار متوسطة، مش عالية ولا واطية. هتخش الوقت الفرن لحد ما تحمر زي ما حضراتكم شايفين كده من تحت ومن فوق. بنقطعها بقى بعد ما تهدى كده شوية طرنشات زي ما حضراتكم شايفين كده. شايفين لونها جميل ازاي من اللبن؟ شايفين خمرت حلو ازاي؟ ايه رأيكم بقى؟ حاجة تستاهل بقكم كده، وتبقى طازة وجميلة، بتعمل على طول. شايفين من تحت اللون عامل ازاي؟ وتاكلها بالهنا والشفا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.